ليش مانك على بعضك أبو سليم؟ شو هالمنظر تبعك؟ المشكلة مو بمنظري يا جناب الوكيل، المشكلة هون بعقلي. لك أنا قتلت واحد كانت الشام كلها تحلف براسه، لقوا فوقها رحنا لزقنا التهمة بواحد ما له علاقة بهالموضوع كلياته. ايوه، معناته صحيان ضميرك والله يا ابو سليم. كبلي ضميرك هلا على جنب وقل لي لشوف، انت قديش اخذت وقت قتلت بشكري؟ 2000 ليرة دهب. وهلأ إلك قدنه على مرتين بس بشرط إنك تقتل نوري أبو الدهب. لا عمي لا، لا مو ظابطة. أنا ماني مصدق إني أخلص من شغلة أبو شكري يطلع لي كمان نوري. لك الزعيم أبو شكري عم يطلع لي بالمنام. يا جناب الوكيل يستر على عرضك افهمني. لك بكون قاعد ما بلاقي غير انزرع بخلقتي، ولك صوته بأذني. لا عمي لا لا، ما عاد تنعيدها. بس انا قلبي حاسسني انه هالمرة رح ننكشف. لا لا مو ظابطة. حب ذكرك بس يا جناب الوكيل انه رجلي ورجلك في الفلة سوا يعني، عشان ما تنسى. اي وانا بحب ذكرك انه انا هلأ فيني اخدك لعندي على الحبس، والدبان الأزرق ما راح يعرف طريقك. بس أنا بحبك وأنت بتعرف إني أنا بحبك. مشان قصة قتل أبو شكري أنا لا كنت ولا شفت، أنت اللي قتلته بإيدك. وأنا ما قربت، ولو قلت للشام كلياته إنه الوكيل طلحة له علاقة بالموضوع ما حدا راح يصدق. بقى حليب معي صافي تأحلب معك صافي. أب سليم، هاي دفع الحساب، وبس تقتل نوري بكمل لك باقي المصاري. بس يا جناب الوكيل ما بدها بسبسة. قتل نوري وخد حقك على دوز بارة، وبعد منا أنا رح أتركك تعيش حياتك مثل ما بدك. إيه، أنا رح بقتلك نوري، بس إلي عندك شرط. شو شرطك؟ تتركني بحالي وما عاد تقرب علي. إيه، مع إني أنا بحبك وبعزك كتير، بس إذا هيك بدك مثل ما بدك. وإمتى رح تقتله؟ أعطيني 3 أيام بيكون نوري ميت. لا يا سيدي، معك لبعد العيد بيومين، يعني 5 أيام.